أهلا بيكم في الفيديو الوحيد على اليوتيوب لمعادلة الهندسة المعمارية. لو كنت مهندس أو مهندسة معمارية وحلمك تشتغل في كندا فالفيديو ده معمول عشانك. لكن خلي بالك هنتكلم عن تفاصيل محدش هيحكيها، وهشاركك الخطوات اللي فعلا مش سهلة بس عشان تعادل شهادتك، وهقولك ازاي تتفادى الأخطاء دي اللي ممكن تضيع كل تعبك. يلا بينا. أهلا بيكم في الجزء الثاني من معادلة الهندسة المعمارية في كندا. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة من أول التسجيل لحد إنك تخلص الترخيص، وهحكي لك على كل التفاصيل اللي أنا عملتها عشان أقدر أحصل على الرخصة بتاعتي والمعادلة النهائية. فما تروحش في أي حتة لأن كل دقيقة في الفيديو دي مهمة، وممكن تكون الفرق بين إنك تحقق حلمك أو إنك تفضل مكانك. وصدقني أنا مشيت في الخطوات دي كلها ونجحت، وإنت كمان هتقدر. وحاجة تانية مهمة، ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة عشان نفيد غيرنا كمان من المعماريين. يلا بينا. طيب ببساطة كده ممكن مهندس يسألني ويقول لي هو احنا ليه لازم نعدي بموضوع المعادلة دي كلها؟ ما انا ههاجر اكسبريس انتري وخلاص. الحقيقة ان المعادلة هي مفتاحك الذهبي، هي مش بس هتساعدك انك تعرف تهاجر كاكسبريس انتري، لكن هي هتساعدك في الاساس لهجرة المقاطعات، لانها كمان هتديك حق ممارسة المهنة كمهندس معماري معتمد في كندا، وده ممكن يفرق في مستقبلك وحياتك المهنية كلها. في 3 مراحل أساسية لازم تعملها عشان تقدر تحصل على الترخيص أو المعادلة، اللي هي نمرة 1 المعادلة الأكاديمية التفصيلية اللي هنشرحها دلوقتي، تاني مرحلة وهي التدريب والانترنشيب اللي بتتكون من 3720 ساعة، تالت مرحلة وهي بتتكون من الامتحان والمقابلة. دلوقتي خلينا نتكلم ايه هي خطوات معادلة الشهادة الأكاديمية. نمرة 1 أنا عمال أقول لكم حاجة اسمها CACB من أول الفيديو اللي فات، اللي هو إيه؟ اللي هو المجلس الكندي لاعتماد العمارة، الكنديان Architectural Certification Board. الشهادة دي بتأكد إن مؤهلاتك الأكاديمية اللي أنت خدتها من بره كندا متوافقة تماما مع معايير التعليم الكندية في العمارة، عشان تقدر يدخلوك المجال ويدوك رخصة إن أنت تشتغل. والمجلس ده بيشتغل بالنيابة عن منظمات التنظيم في مجال العمارة في كندا، اللي هي اسمها Regulatory Organization of Architecture in Canada رواك. ولكن خليني اقول لك على حاجه، انك لازم تكون جاهز للمفاجآت اللي هتقابلك في خلال المعادله بتاعت CACB، لانه هيتاكد ان شهاداتك بتتوافق بالتفصيل، كل حاجه فيها ماشيه بالظبط زي المعادلات اللي هم بيدوها او زي الكورسات اللي هم بيدوها. ولكن في مراحل كتيره جدا ممكن يسالوك على اوراق زياده، ممكن يدخلوك في كورسات زياده، وده ممكن يخليك تيأس ويخليك تحس انك بترجع تبدا من جديد. طب يلا بينا ندخل على جوجل ونكتب CACB. لما تدخل على الموقع هتلاقي الصفحه الرئيسيه، ودي بتتكون من 4 اجزاء. اول واحد هو الاكريديتيشن، بيشرح لك عامه لو انت طالب وناوي انك تدرس عماره في كندا، فهو بيقول لك ايه الجامعات المعتمده في كندا اللي هتديك على طول الاعتماد النهائي بدل ما تخش وتعمل بعد كده CACB. تاني اختياره هو الاكاديميك سيرتيفيكيشن، وهو ده اللي هنبدا بيه في الفيديو ده كله، هنقعد نشرحه بالتفصيل، اللي من خلاله هنقدر نعمل المعادله التفصيليه لينا، اللي هو لو انت خريج من داخل كندا او خارج كندا من جامعات غير معتمده من CACB، بيقدر يساعدك البرنامج ده على انك تعمل معادله تفصيليه، وده اللي هنشرحه النهارده بالتفصيل ان شاء الله، وبيطلب منك حوالي 3720 ساعه تدريب وامتحان في الاخر خالص بعد ما بتروح تسجل في كندا. تالت اختيار وهو ال ECA، وده اللي شرحناه بكل تفاصيله وهو بسيط جدا في الجزء الأولاني من المعادلة، ومش هنخش فيه النهاردة تاني. رابع اختيار وهو البيفا، وبيكون نفس الأكاديميك سيرتيفيكيشن، ولكن بيعتبر إن المسار الأسرع شوية للترخيص، ولكن مفيش سرعة بتيجي من غير زيادة سعر، لأنه بيكلفك تقريبا حوالي $6000. طيب خلينا في الأكاديميك سيرتيفيكيشن، هو أرخص وأحسن كتير. طيب احنا هندخل على الأكاديميك سيرتيفيكيشن وهنتكلم عن مين المسموح له يعملها وإنه يكمل فيها. بس قبل ما أقولك كده وقبل ما أقولك إزاي تختار المسار المناسب، أتمنى إنك تدعمونا تاني باللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة من تحت هنا، وإحنا بذلنا مجهود كبير جدا جدا في الفيديو ده عشان يطلع للنور، فأتمنى إنه يعجبك. طيب إزاي تختار المسار المناسب ليك؟ في 5 طرق لمعادلة الشهادة على حسب حالتك الأكاديمية، فالطريق اللي ممكن يناسبك هيكون واحدة من الطرق اللي هنقولها دلوقتي. لو اتخرجت من برنامج معتمد في العمارة من المجلس الكندي لاعتماد العمارة اللي هو CACB، أو المجلس الوطني لاعتماد برامج العمارة الناب في أمريكا. تاني اختيار لو اتخرجت من برنامج في العمارة بدرجة أو دبلوم مش معتمد من CACB من دولة أجنبية ما عدا أمريكا، أو من واحدة من الدول الموقعة على اتفاقية كامبرا من 1 يناير 2010. تالت اختيار
لو اتخرجت من برنامج في العمارة بدرجة أو دبلوم مش معتمد من CACB من واحدة من مدارس العمارة الكندية قبل تطبيق نظام CACB اللي هو اتطبق سنة 1991، أو رابع اختيار لو اتخرجت من برامج العمارة بدرجة أو دبلوم مش معتمد من CACB من برنامج الدراسات الخاصة اللي هو الرايك، أو خامس اختيار لو كنت قبل عملية الشهادة مسجل قبل 1 يوليو 1976، أو لو تعليمك كان معتمد من المجلس التنسيقي للجامعات في ألبرتا قبل 92. ده بيعتبر على إنك حاصل على تعليم معادل بيوافي معايير التعليم الكندية. فهنشرح الكلام ده، ولكن احنا هنختار مين فيهم اللي هيناسبنا. طبعا اللي انا شرحته دلوقتي دول الخمس حالات اللي هننطبق عليك واحدة منهم. فطبيعي احنا هنكون من الناس اللي درست، الشباب اللي هو عمره 30 سنة، عمره 25 سنة، دول كلهم اللي درسوا العمارة في خلال ال 30 سنة اللي فاتوا، وبالتالي هينطبق علينا لو احنا جايين من دول عربية اللي هو الشرط بتاع ان احنا درسنا عمارة في دول أجنبية. طيب الجزء الثالث وده المهم جدا، ايه شروط التقديم والأوراق المطلوبة؟ أولا بس الخريجين الدرجات المهنية في العمارة زي بكالوريوس العمارة باتشلر اوف اركيتكتشر، أو لو معاك ماجستير في العمارة ماستر اوف اركيتكتشر، هم اللي يقدروا يقدموا على شهادة المجلس الكندي لاعتماد العمارة CACB. طيب هيجي حد يسألني يقول لي ايه هي الأنواع الرئيسية للدرجات المهنية دي للي ينفع تقدم على شهادة CACB؟ أول حاجة لازم تكون دراستك ما لا يقل عن 6 سنين بعد مرحلة الثانوية العامة وتنتهي بدرجة ماجستير في العمارة. طب دي بتكون امتى؟ في حالة ان انت لو خدت بكالوريوس في اي تخصص تاني لازم تكون على الاقل درست 3 سنين دراسة مهنية في العمارة، عشان كده هو بيقول لك ماجستير يكون شامل جوه ال6 سنين دول. طيب الحالة التانية انك تكون درست ما لا يقل عن 5 سنين بعد مرحلة الثانوية العامة وتنتهي بدرجة بكالوريوس في العمارة. يبقى احنا فهمنا يا اما همشي بكالوريوس يا اما همشي ماجستير وانا مش دارس بكالوريوس. هل معنى كده ان انا لو درست عمارة او درست ماجستير عمارة هم مش هيسألوني على حاجة تانية؟ لا، ممكن بعد كده يرجعوا يسألوك على حاجات تانية، ممكن يسألوك على اوراق اكتر، ممكن يسألوك على كورسات اكتر انت ما كنتش درستها عشان يخلوك تعادل نفس الدرجة بالظبط. خلونا كده بالتفاصيل ندخل على الاختيار بتاع الدبلومة او الدرجة المعمارية، وهنشوف اول حاجة هم كاتبينها ان الوقت اللازم لتجهيز الملف بيكون في حدود من 2 ل5 ساعات، وده بيعتمد على انك تكون اوراقك كلها جاهزة زي ما شرحنا قبل كده. ايه هي الاوراق اللي هم عايزينها؟ اسم البرنامج اللي انت درسته، يعني بكالوريوس من جامعة ايه، عدد سنين الدراسة، الترانسكريبت، المحتوى العلمي اللي بيكون مكتوب فيه كل المواد، عدد الساعات بتاعت المحاضرات والسكاشن، وكمان اسماء الكورسات واكواد الكورسات دي مهمة جدا، وعدد الاسابيع بتاعت الدراسة، ولستة بكل المشاريع بتاعت الكلية اللي عملتها مع شرح لكل مشروع، بس لازم يكونوا في حدود غالبا 4 صفحات. في حاجة كمان مهمة جدا هي مش مطلوبة، لكن لو هتسألني هقولك اعملها، زودها مش هتخسر حاجة لأنها بتدعم من ملفك، اللي هو بورتفوليو مشاريع بتاع الكلية. لازم يكون في على الأقل مشروع تخرج ومشروعين من آخر 2 دراسيتين، ومقاس البورتفوليو اللي هتبعته حوالي يعني A4، أو لو عايز تعمله A3 بس تطبقه على A4، يعني يبقوا متطبقين على بعض. أنا هنصحك تعمله، مش هتخسر حاجة يعني. ممكن تبعته سوفت كوبي وممكن تبعته هارد كوبي زي ما انت عايز، بس يعني انا اقول لك اعمله، هيدعم ملفك وهيبقى افضل بكتير. في نقطة كمان مهمة جدا ولازم تحترس منها يا مهندس يا معماري منك ليه، ان كل الاوراق لازم تبعتها اصول مش متصورة ولا هي نسخ طبق الاصل، لازم يكون اصل باللغة الانجليزية او اللغة الفرنسية مش عربي، بقول اهو مش عربي. المؤهلات الاكاديمية هيتم تقييمها على الاسس اللي هنشرحها بالتفصيل، وخلي بالكوا ان الاسس دي يعني بيخشوا فيها بصرامة شديدة جدا ومفيهاش مجال للخطأ، وبيقيموا مؤهلاتك بناء على 6 محاور رئيسية: الديزاين، culture and communication، التكنيكال نوليدج، البروفيشنال براكتس بتاعك اللي هي الممارسات المهنية، المواد الاختيارية الالكتيفز، الجنرال اديوكيشن اللي هو التعليم العام. كل الحاجات دي هم بيقعدوا يقيموا كل الدراسة بتاعتك بناء على كل النقط اللي انا شرحتها دي. في حاجة كمان مهمة جدا، انك قبل ما تبعت اوراقك لازم تعرف محتوى الكورسات وعدد الساعات المطلوبة، وكل ده هتلاقيه في الكنديان هاند بوك اللي انا بحط لك الديسكريبشن بتاعه تحت. هم بيشرحوا لك التفاصيل، يعني بيقول لك لازم التوتال ساعات الدراسة تكون حوالي مثلا 160 ساعة في الدراسة الكندية. فمثلا لو دخلنا على اول مثلا محور تقييم هو التصميم مثلا،
هتلاقيه بيشرح لك الكورس ويقول لك انت المفروض انه يتكون من التحليل المعماري وازاي يقدر المعماري يشرح افكاره، وبيتكون من 40 ساعة، ولازم يكون من نظريات العمارة وتصميم مبنى صغير، تصميم مبنى معقد، تقدر تشرح فكرتك باستخدام الإظهار المعماري اللي هو ال 2D وال 3D. وكمان لازم تكون درست 10 ساعات على الأقل خاصة بالتصميم البيئي وحاجات تانية من اللي انت ممكن تقراها بقى في الديسكريبشن الموجود. وكمان الكالتشر والتكنيكال نوليدج، كل الحاجات دي هتلاقي تفاصيلها مكتوبة بالكامل في الدوكيمنت دي، فيا ريت تذاكروا كويس أوي. وهنا بيجي بقى السؤال المهم جدا جدا جدا، هل التكلفة يا أحمد تستاهل؟ تكلفة المعادلة بتاعت الأكاديميك سيرتيفيكيشن مش رخيصة، بتوصل ل 1395 دولار كندي، يعني حوالي 50,000 جنيه مصري. لكن دي خطوة أساسية، خطوة في جزء من حلمك في كندا، صدقني هتستفيد منها، وأنصحك إن أنت تعملها وما تكسلش وما تسترخص لأنها مهمة جدا. طب يلا بينا ندخل عشان نشوف الكورسات. أولا CSB سهلوا علينا الموضوع جدا وقال لك ادخل واكشف على جامعتك في الأول وشوف، لو المقررات الدراسية موجودة مش هتحتاج يا سيدي إنك تقدمها تاني. طيب هنختار مثلا، هندخل على الموقع وهنشوف دلوقتي بيقول لك اختار البلد، هنختار مصر وبعدين هنشوف لستة من الجامعات، هتختار جامعة مثلا القاهرة وبعدين نقول له اختار الدفعة، هنقول له مثلا دفعة كذا، هيقول لك انك محتاج تطبع الصفحة دي وترفقها لان احنا اوريدي عندنا الاوراق دي، ما كان مش محتاج ان انت تسجلها تاني، وبالتالي حد قبلك كان هاجر ودخل الاوراق، خلاص هم اعتمدوا الاوراق دي. هسيب لك برضو اللينك تحت بتاع الدليل ازاي تدخل على الكورسات تحت في الديسكريبشن، وده هيساعدك جدا. اول حاجه لازم تعمل اكونت، وهتقول انك بتعمل اكونت جديد، وبعدين هتدوس على نيكست وهتختار الاختيار بتاع انك خريج جامعه اجنبيه وتكمل. هيطلب منك الايميل والباسورد، هتعملهم، وبعد ما هتعملهم هيطلع لك هو الباسورد، وبعدين هيطلع لك بين نمبر كده ويطلع لك لينك. احفظ كل ده عندك عشان هتحتاجهم قدام، مهم جدا. طيب دلوقتي هنعمل بقى حاجه، ازاي ان احنا خلاص دخلنا، انا جهزت الاكونت بتاعي ودخلت بيه وهوريكم ازاي هنستفيد بيه. اولا هندخل بالاكونت وهنبدا، هيقول لك انك تدخل الكورسات. انا عملت الاكونت بتاعي ودخلت، وهو يقول لك دخلهم بقى بالترتيب اللي هو كاتبهم لك ده. هتقدر تقفل وتعمل سيف في اي وقت وترجع للملف تاني. وهنا بيقول لك كمان الكورسات اللي المفروض تحملها، وبعدين بيسالك لو ان الكورسات بالانجليزي او بالفرنساوي. هنا هنبدا ندخل بيانات الكورس بالشكل ده، وكده لما تدخل كل الكورسات لغاية ما تخلص، وفي النهاية خالص هتسلم ورقك وهتبعته للسي اس بي كهارد كوبي كمان. زي ما اتفقنا الظرف المقفول المختوم من الجامعة، وكل الحاجات دي بتبقى مقفولة ومعتمدة، ولازم كمان تعمل لها في حاجة بتعمل لها نوتري عشان يطمئنوا ان هي سليمة. في نهاية الحلقة خليني اقول لكم ان الطريق صعب والنجاح يستاهل، ولو عندك شغف وحلمك تشتغل كمهندس معماري معتمد في كندا، كل خطوة من الخطوات دي هتكون قريبة جدا جدا ليك. وما تنساش انك بتعمل كل ده عشان مستقبل افضل. كل اللي انت هتخلصه في السي اس بي واول ما يجي لك الاعتماد هيساعدك على انك تدخل في الاي او اي اي وتعمل بداية الانترنشيب بتاعتك. كده احنا خلصنا الجزء الثاني من معادلة المهندسين المعماريين، وان شاء الله انتظرونا في الجزء الثالث اللي هيكون فيه شرح بالكامل للاو اي اي وشرح للاو بي سي، وازاي نجهزك انك تكون جاهز للانترفيوز. اتمنى الجزء ده يكون عجبكم، واتمنى ان انا تناولت كل شيء بالتفصيل. اي اسئله بليز شاركوني تحت، قولوا لي رايكم، الفيديو عجبكم ولا لا، وانتظرونا في فيديوهات جديده. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. نشوفكم على خير.